هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. هنكمل مع بعض الجزء الثاني من سلسلة 300 كلمة وجملة اللي لو اتعلمتهم هتقدر تنتقل من مستوى A1 ل A2. تابع السلسلة دي هتفيدك جدا. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. طيب قبل ما نبدأ أنا هعمل لك اختبار. هعرض قدامك الكلمة بالعربي وهسيب لك وقت تفكر فيه، وبعدين هعرضها قدامك بالألماني. لو كنت عارفها فانت كده عديت الاختبار، ولو كنت ما تعرفهاش احفظها معايا في الفيديو. أول كلمة معانا خفيف، هسيب لك وقت تفكر فيه. نشوف مع بعض. خفيف يعني leicht leicht leicht. اللي بعده صحيح. صحيح يعني richtig richtig richtig. خاطئ falsch falsch falsch. هنا يعني hier hier hier. هناك يعني dort dort dort. اليوم heute heute heute. غدا يعني morgen morgen morgen. أمس يعني gestern gestern gestern. الآن يعني jetzt jetzt jetzt. متى يعني wann wann wann. أين يعني wo wo wo. من يعني wer wer wer. ماذا يعني was was was. لماذا يعني warum warum warum. كيف يعني wie wie wie. نعم يعني ja ja ja. لا يعني nein nein nein. من فضلك bitte bitte bitte. شكرا danke danke danke.
وداعا. وداعا يعني auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. ودي بتتقال بالصيغة الرسمية، لأن في طريقة كمان بالصيغة غير رسمية. صباح الخير. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. صباح الخير. نهارك سعيد. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. نهارك سعيد. مساء الخير. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. مساء الخير. تصبح على خير. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. تصبح على خير. كيف حالك؟ Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen؟ ودي بتبقى بالصيغة الرسمية. طالما قلت إينن في آخر السؤال بمعنى حضرتك، Wie geht es Ihnen يعني كيف حال حضرتك، ودي بتبقى للمفرد وللجمع. يعني ممكن أقول كيف حال حضرتكم أو كيف حال حضرتك. Wie geht es Ihnen؟ كيف حالك؟ Wie geht es dir؟ Wie geht es dir؟ Wie geht es dir؟ ودي بصيغة غير رسمية، ودي بتتقال للمفرد. يعني كيف حالك؟ Wie geht es dir؟ يبقى احنا كده أخدنا طريقتين للسؤال عن كيف حالك، واحدة بصيغة رسمية والتانية بصيغة غير رسمية. جيد. ودي إجابة سؤال كيف حالك. جيد يعني gut. 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 أو ممكن كمان أقول سيء. schlecht. schlecht. schlecht يعني سيء. أنا آسف. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. أنا آسف. أنا لا أفهم ذلك. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. أنا لا أفهم ذلك. أين الحمام؟ Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? أين الحمام؟ لدي سؤال. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. لدي سؤال. أنا لا أعلم. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. أنا أفهم. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. أنا أفهم. هل تتحدث الإنجليزية؟ Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie English؟
ودي بصيغة رسمية وبتبقى للمفرد وللجمع. كمان في حاجة بتعرفني ان الصيغة دي رسمية، اول ما بشوف زي في السؤال، زي جغوص اللي هي زي الكبيرة بمعنى حضرتك او حضراتكم، فدي كمان بتأكد لي ان الصيغة دي رسمية. هناخدها دلوقتي بالصيغة الغير رسمية. هل تتحدث الإنجليزية؟ Sprichst du Englisch? Sprichst du English؟ Sprichst du English؟ ودي بصيغة غير رسمية، واللي بيأكد لي أكتر إن دي بصيغة غير رسمية إن في السؤال دو، ودو بمعنى أنت. لو ترجمناها حرفي هتبقى هل أنت تتحدث الإنجليزية؟ ودي ما ينفعش تبقى صيغة رسمية. يبقى دايما خليك عارف ان الصيغة الرسمية دايما بيبقى في السؤال فيها زي اللي هي زي جغوص الكبيرة، او اينين بمعنى حضرتك او حضرتكم، والصيغة الغير رسمية بيبقى دايما موجود في السؤال دو بمعنى انت. طيب وبكده يكون خلص درسنا النهاردة، بس سلسلة 300 كلمة وجملة لسه ما خلصوش، وهنكمل في فيديوهات جاية كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. تشوس.